فيلمنا بيبدأ مع ديفيد واللي بيكون شاب عنده 18 سنة وفي حفلة التخرج من مرحلة الثانوية العامة، وبيكون ديفيد عانى كتير علشان يقدر يتخرج من المدرسة، وده بسبب انه كان محكوم عليه بالسجن بتهمة العنف الأسري، ولكن خرج من القضية بعجوبة لأنهم اكتشفوا ان والدته بتخون والده مع شخص تاني، وده اللي خلاه يضرب الشخص ده بقوة لحد ما اتصاب إصابات خطيرة واتنقل للمستشفى. وبيكون ديفيد معجب ببنت جميلة اسمها جايد، واللي بتبقى من عيلة غنية ومشهورة في المدينة، ولكنها بتبقى انطوائية وملهاش أي أصحاب من بعد ما أخوها كريس اتوفى بالسرطان. وبيبان إن ديفيد بيحبها بشكل كبير، ولكنه متردد يتكلم معاها علشان ممكن ترفضه أو تكتشف ماضيه والمعاناة اللي كان بيعيشها في حياته، فبيكتفي ديفيد إنه يراقبها من بعيد. وبتظهر جايد مع أخوها كيس، وبيبان إنها شخصية طيبة ولكنها مش عارفة تكون علاقات صداقة مش أكتر، ولكن بيطمنها أخوها كيس وبيعرفها إن لسه قدامها فرصة إنها تتعرف على ناس جديدة في الكلية، وإنها داخلة على مرحلة مهمة في حياتها فلازم تستمتع بيها وتنسى اكتئابها من بعد وفاة أخوهم كريس. وبعد فترة بيبان إن ديفيد حصل على وظيفة جديدة في فندق فخم هو وصديقه ماس، واللي بتبقى عبارة عن إنهم مسؤولين عن تنظيف صفوف العربيات وحراستها لنزلاء الفندق. وفي يوم بتيجي عربية وبينزل منها عيلة جايد، وبيشوفها ديفيد وبيتكلم معاها لأول مرة في حياته لما ساعدها وقت ما الكتب بتاعتها وقعت على الأرض. وبتبقى جايد بنت ودودة على عكس صورتها اللي بتظهر عليها دايما. وفجأة بينده والدها هيو علشان تدخل الفندق، فبتودع ديفيد علشان تمشي، ولكن قبل ما بتمشي بتطلب منه إنه يمضي لها على كتاب واللي بيبقى فيه معظم صور طلاب دفعتها، وده علشان تحتفظ بذكريات المدرسة. وبيفرح ديفيد بطلبها وبيوقع لها على الكتاب، وبعدين بتدخل جايد الفندق لعيلتها، وهناك بيطلب منها والدها هيو إنها تختار هدية تخرجها من الثانوية العامة، ولكن بيبان إن جايد منجذبة لديفيد، فبتجيلها فكرة إنها تختار هديتها إنها تعمل حفلة كبيرة وتعزم فيها كل طلاب الدفعة بتاعتها، وبكده هتقدر تعزم ديفيد. فبيوافق والدها على الرغم إن بيكون طلبها بسيط جدا. وبتخرج جايد وبتطلب من ديفيد إنه يحضر الحفلة بما إنه كان معاه في نفس الدفعة، ولكن فجأة بيجيله نزيل في الفندق علشان يركن عربيته، وبيتعامل مع ديفيد وماس بشكل متكبر وعنصري. ولما بيدخل الفندق بيقرر ديفيد ساعتها إنه يسرق عربيته، وبياخد جايد لفة معاه بالعربية وبيلف بيها في المدينة بسرعة كبيرة جدا، وبتبقى أول مرة في حياة جايد إنها تتهور بالشكل ده. ولما بيرجع بيلاقي صاحب العربية عامل مشكلة مع صاحب الفندق علشان ديفيد سرق العربية هو وجايد، وبيحاول ديفيد يعتذر له، ولكن صاحب العربية بيستفز ديفيد وبيغلط في جايد، فبيضربوا ديفيد ضربة قوية على وشه، وساعتها بيطرد من الوظيفة هو وصديقه ماس. وساعتها بيروح ديفيد لوالده هاري واللي بيبقى شغال في ورشة تصليح العربيات، وبيطلب منه ديفيد انه يشتغل معاه من بعد ما خسر شغله في الفندق. وبيروح لجايد وهي بتحضر للحفلة، وبيبقى كل الحاضرين كبار في السن واصحاب والدها ووالدتها، وده لان جايد كانت انطوائية في وقت الدراسة وما عندهاش اي اصحاب. وبتيجي دون صديقة والدها في الشغل هي وجوزها، وبيسألوا عن هيو، فبتروح جايد علشان تناديه، واللي بتلاقيه نايم في غرفة اخوها المتوفي كريس، وبيبان انه لسه حزين على وفاة ابنه، وانه عامل حواجز على مقتنياته الشخصية بتمنع اي حد يقرب منها او يلمسها. وبتروح له جايد علشان ينزل ويحضر الحفلة، ولما بترجع جايد بتلاقي ديفيد وصل، وساعتها بيلاحظ ديفيد ان كل الحاضرين كبار في السن، وده اللي مخلي جايد حزينة وحاسة انها ما عندهاش اصحاب كتير. وساعتها بيتصل على صاحبه ماس وبيخليه يجيب اشخاص كتير علشان يجوا الحفلة، ولكن بيتصدم ديفيد لما بيلاقي جيني الاكس بتاعته حضرت الحفلة، وبيتضايق جدا من ماس علشان عارف انها شخصية صعبة وبتاعت مشاكل، ولكن بيتعامل ديفيد على انها مش موجودة، وبيفكر بس ازاي يفرح جايد وبيقضي معاها وقت لطيف في الحفلة. وبتيجي فقرة الرقص، وبتقع القرعة على ديفيد وجايد علشان يقدموا عرض راقص في الحفلة، فبيخرجوا علشان يتمرنوا على الرقصة في الحديقة، وساعتها جايد بتحاول تقرب منه ولكن بيبعد عنها ديفيد فجأة، وده علشان بيكون عارف فرق الطبقات اللي ما بينهم، وانها بنت غنية من عيلة كبيرة وهو من أسرة متوسطة. وبيغير الموضوع بيسألها عن العربية المركونة عندهم في حديقة البيت، فبتقول له جايد انها متعطلة من 20 سنة وان ما حدش قدر يصلحها، وساعتها والدتها رفضت انها تبيعها لانها ليها ذكرى خاصة. وبيجي ميعاد الرقصة وبيقدموا عرض هايل قدام الموجودين، وده بيخلي جيني غيرانة من علاقتهم ببعض وبتحقد عليهم. وفجأة بتتقطع الكهرباء من البيت، فبياخد ديفيد جايد لغرفة في البيت، وهناك بيعترف لها ديفيد انه بيحبها، وبيقربوا من بعض وبتبدأ قصة حب ما بينهم. وبعدين بترجع الكهرباء للبيت، ولما بيلاحظ والد جايد انها مع ديفيد بيطرد كل الحاضرين في المكان بشكل لطيف، وساعتها بيخرج يتكلم مع ديفيد بعنصرية وتكبر، ولكن ديفيد مش بيهتم بكلامه لانه بيبقى عارف انه خايف على بنته. ولما بيمشي ديفيد بتمثل جايد انها رايحة لأوضتها، ولكنها بتهرب من البيت وبتروح لديفيد علشان تكمل سهرتها معاه في الشارع. وفي تاني يوم بتروح له الورشة اللي شغال فيها مع والده، وهناك بتطلب منه يحاول يصلح العربية بتاعت والدتها اللي مركونة في حديقة البيت، وبيوافق ديفيد وفعلا بينجح انه يصلح العربية، وده بيخلي عيلة جايد مبهورة بالانجاز اللي هو عمله، وساعتها بيعزموه على العشاء. وبالليل بيتكلم هيو مع ديفيد وبيسأله عن مستقبله، على الرغم انه مش بيكون متقبل ديفيد في بيته علشان هو شخص بسيط
البيت وشغال في ورشة ميكانيكا مع والده، ولكن ديفيد بيقوله إنه مش هيدخل الجامعة وإن كل هدفه يبقى مستقر في وظيفة وبيت لطيف علشان يعيش فيه هو وشريكة حياته. فبيفتكر هيو إن ديفيد شخص فاشل، ولكن بيتصدم لما بيعرف درجاته في المدرسة واللي كانت ممكن تدخله كلية من كليات القمة، ولكن السبب الحقيقي هو إن مصاريف الدراسة صعبة في ظروف شخص زي ديفيد. فبتقترح ساعتها آن والدة جايد إنها تتوسط له لمديرة جامعة جورجيا علشان يدرس فيها كنوع من أنواع رد الجميل لما هو صلح العربية بتاعتها. فبيوافق ديفيد وبيبقى مبسوط وبيحس إن الحياة بدأت تضحك له أخيرا. وفي تاني يوم بيروح هيو مع جايد للمستشفى علشان تتدرب وتقدر تدخل كلية الطب زي والدها، وهناك بيعرفها إنها تسافر بعد أسبوعين علشان تكمل تدريبها في كاليفورنيا. ولكن جايد بتكون حاسة إن والدها بيتعامل معاها بأنانية وإن من حقها إنها تقضي أجازة الصيف بعد تعب الدراسة، ولكن للأسف والدها بيرفض كلامها وبيأكد عليها إنها تجهز في خلال أسبوعين. وبتروح جايد وهي حزينة علشان تبلغ ديفيد باللي حصل، ولكن هو بيبص نص الكوباية المليان وبيعرفها ساعتها إن والدها بيعمل كده علشان مستقبلها وإنهم ممكن يقضوا وقت لطيف مع بعض مهما كانت المدة اللي فاضلة ليهم قبل ميعاد السفر. وبتفرح جايد بتفكير ديفيد وده بيخليها تتمسك بعلاقتها أكتر، وفي الأسبوعين بيقضوا أحسن فترة عدت عليهم في حياتهم، لدرجة إن جايد بتحس إنها ما فرحتش في حياتها أبدا من قبل ما تقابل ديفيد. والفترة اللي بيكونوا فيها سوا بتتعلق جايد بديفيد أكتر وبتساعدها تتخطى فترة دراستها في الصيف. وبيجي قبل ميعاد السفر بيوم وبتنهار جايد وما بتقدرش تمشي وتسيب ديفيد لأنها اتعلقت بيه لأقصى درجة، ولكن ديفيد بيحاول يمنعها علشان عارف إن السفرية مهمة لمستقبلها، ولكنه في النهاية مش بيقاوم هو كمان لأنه حبها بشكل كبير جدا. فبتقرر جايد إنها تلغي الرحلة وبتبلغ والدها اللي بيكون مصدوم من قرارها، وساعتها بيحس إن ديفيد هو السبب في رفضها للسفرية لأنه بيشوف ولد مستهتر وعايز يجر جايد لنفس الطريق. فبيقرر والدها يبعدها عن ديفيد بأي شكل لأنه بيكون خايف يخسر جايد زي ما خسر ابنه كريس اللي توفى بالسرطان، وبسبب موضوع ابنه اللي بيتسبب له في عقدة وبيخليه يخاف إن أي حد يقرب من عيلته. وفي تاني يوم بتصحى جايد على صوت عيلتها وهم بيحضروا شنطة السفر علشان هيسافروا لبيت البحيرة اللي بعيد عن المدينة. فبتتصدم جايد من قرار والدها المفاجئ وبتحاول إنها تفضل في المدينة، ولكنه بيرفض وبيجبرها تسافر بالعافية. وساعتها بتجيلها فكرة وبتتصل على ديفيد وبتطلب منه يسافر لها علشان يقضوا الصيف مع بعض. وبيبان إن ديفيد ما كانش يعرف إن هي ومش حابب وجوده في الرحلة، ولكن بتتدخل مراته آن وبتطلب منه يتصرف بشكل أحسن لأن ديفيد ضيفهم ومستحقش يتعامل بالشكل ده معاه. فبيضطر هي يسكت علشان مش عايز المشاكل تكبر مش أكتر. وبترجع جايد فرحانة من تاني من بعد ما قدرت تخلي ديفيد يقضي معاها باقي الصيف. وبتستغل آن غياب بنتها وبتطلب من هي يتعامل بشكل ألطف مع ديفيد، وده لأنه قدر يخرج بنتهم من حالة الاكتئاب اللي كانت عايشة فيها لسنين من بعد وفاة كريس، وإنها كبرت ومن حقها تختار إزاي تعيش حياتها. فبيحس هي إن أنا على حق، ولكنه لسه مش عارف يتخلص من عقدة خوف المرضي على أسرته. فبيمثل إنه موافق على كلام آن، وعلى الغدا بيعتذر لديفيد على سوء معاملته ليه وبيطلب منه ينسى كل اللي حصل وهيعتبره شخص من العيلة. فبيفرح ديفيد وبيوعده إن هيكون شخص يقدر يثق فيه. وفجأة بيوصلوا ضيوف جداد لبيتهم وبتبقى دون زميلة والد جايد ومعاها جوزها وجايين علشان يقضوا فترة الصيف، واللي بيبان إنهم ضيوف غير مرغوب فيهم من عيلة هيو بسبب إنهم جم للرحلة من غير ميعاد. وبالليل بيكون ديفيد ووايد بيولعوا صواريخ عند البحيرة وفجأة بتخلص الصواريخ منهم. فبتطلب جايد من ديفيد يروح للمخزن عشان يجيب باقي الصواريخ، ولما بيوصل بيكتشف إن هيو بيخون مراته مع زميلته دون. فبيبعد بسرعة قبل ما هيو يشوفه، وقبل ما جايد تشوفهم بيحاول ديفيد إنه يشتت انتباهها فبياخدها بعيد عن المخزن علشان ما تكتشفش خيانة والدها. ولكن في الوقت ده بيكون هيو حس إن ديفيد شافه. وفي تاني يوم الصبح بيصحى ديفيد من النوم وبيلاقي هيو بيطلب منه يجي معاه في جولة بحرية على المركب بتاعته، وهناك بيدور كلام ما بينهم وبيواجهوا بعض بالحقيقة. فبيحس هيو بالخوف من ديفيد لأنه يعرف حاجة ممكن تدمر مستقبل عيلته، وساعتها بيهدده إنه ما يقولش لحد عن اللي شافه وإلا هيندم. ومن اللحظة دي بتزيد رغبة هيو في التخلص من ديفيد وبتتحول من خصوصية عائلية لحرب ما بينهم، وبيفكر هيو إزاي يأذي ديفيد. فبيقرر هيو ساعتها إنه يلغي رسالة آن مراته اللي كانت هتبعتها لجامعة جورجيا، وده علشان يضيع مستقبل ديفيد. وبيدور على سجله الإجرامي في الشرطة وبيكتشف القضية القديمة اللي كان متهم فيها ديفيد، وبتكون دي فرصة هيو الوحيدة اللي هيقدر يتخلص بيها من ديفيد من بعد ما قدر يكتشف سره. وفي الوقت ده بيكون ديفيد مع جايد وكيس وحبيبته سابين وهم رايحين لحفلة على الشاطئ، وهناك بيقابلوا جيني الإكس بتاع ديفيد وماس صديق ديفيد، واللي بيبقوا موجودين هناك عن طريق الصدفة. ووقتها بيطلب ماس من ديفيد إنه يجي معاه هو وأصحابه بالليل في جنينة الحيوانات علشان هيشربوا مخدرات وهيكملوا
السهرة هناك. فبيرفض ديفيد الفكرة، ولكن جايد بتلح عليه علشان يوافق بغرض انها تجرب حاجة جديدة. فبيضطر ديفيد انه يوافق على الرغم انه عارف ان الموضوع هيكون خطر لو حد اكتشف انهم اقتحموا الحديقة. ولما بيوصلوا بيتكلم كيس مع ديفيد وبيقول له انه عايز يتجوز حبيبته سابين، ولكن خايف من ان والده يرفض بسبب انه شخص معقد وبيتحكم في حياتهم. فبيحاول يطمنه ديفيد وبيعرفه انه مش من حق اي حد انه يتحكم في قراراته او مصير حياته، وبيشجعه انه ياخد الخطوة دي في سبيل سعادته. فبيتحمس كيس وبيروح علشان يصارح حبيبته. ولكن في الوقت ده بتكون جيني غيرانة من علاقة جايد مع ديفيد وبتبقى عايزة تنتقم منهم بأي شكل. فبتتصل على الشرطة وبتبلغ إن في ناس اقتحموا حديقة الحيوانات، وفجأة بتوصل الشرطة وبتطاردهم. فبيضحي ديفيد بنفسه وبيخليهم يهربوا من الباب التاني، وبيشتت هو انتباههم علشان يطاردوه هو. وبينجح ديفيد يهرب منهم وبينط من على السور، ولكن للأسف بتكون الشرطة محوطة المكان كله وبيتقبض عليه. وبتروح جايد البيت وهي بتعيط وبتترجى والدها إنه يخرج ديفيد من السجن. ووقتها بيستغل هي الفرصة وبيوريها سجل القضية القديمة بتاعت ديفيد، ومش بتصدق جايد كلام والدها وبتفتكره بيظلم ديفيد علشان يتخلص منه. ولكن والدها بيعرفها انه هيروح يخرجه، ولكن بشرط انها تقطع علاقتها بيه. فبتضطر جايد انها توافق مؤقتا لحد ما ديفيد يخرج من السجن. وبيخرج ديفيد من السجن فعلا وبيقابل والد جايد، وهناك بيهدده هي ويبعد عن بنته. ولما ديفيد بيرفض كلامه ساعتها بيستفزه هي وبكلامه بيفكره بماضيه لما ضرب الشخص اللي كانت والدته بتخون والده معاه. فبيتعصب ديفيد ساعتها وبيضربه ضربة قوية بعنف، فبيقع هيو على الأرض وهو بينزف. وبيكون ديفيد مش مصدق اللي عمله، ولكن بيفوق ساعتها بيفتكر الفرق اللي بينه وبين عيلة هيو، وبيحس إنه كان عايش حلم جميل مستحيل يتحقق. فبيسيبه ويمشي وهو حاسس بخيبة أمل. وبيرجع هيو على البيت وبتشوفه جايد وبتنهار من الحالة اللي هو فيها، ولكن على الرغم من كل ده ما بتكونش مصدقة ان ديفيد ممكن يعمل كده. فبتسرق عربية والدها علشان تروح تتأكد بنفسها. وفي الوقت ده بتكون جيني استغلت غياب جايد وبتحاول تقرب من ديفيد، واللي بيكون يائس من انه ممكن يشوف جايد من تاني في حياته. ولكن فجأة بتدخل جايد عليهم الكافيه وبتشوفهم مع بعض، فبتتصدم وبتخرج قلبها مكسور. وبيلحقها ديفيد وبيحاول يفهمها الحقيقة. فبتلاحظ جايد ان ديفيد ايده مصابة وبتعرف ان هو فعلا اللي ضرب والدها، فبتحس بخيبة أمل وبتتأكد من إن كلام والدها حقيقي عن نظراته لديفيد. وساعتها ديفيد بيستغل الفرصة علشان يخليها تكرهه، وبيقول لها إن الفرق ما بينهم كبير وإنها ما ينفعش تعيش حياتها مع حد حياته متدمرة، وإنها لازم تبص لمستقبلها ودراستها وتبدأ حياة جديدة من غيره. فبتنهار جايد من كلام ديفيد وبتركب عربية والدها وهي بتسوق بتهور، وفجأة بتعمل حادثة قوية على الطريق وبيلحقها ديفيد وبيوديها للمستشفى، واللي بتكون جايد اتصابت إصابات خطيرة. فبيقرر والدها إنه يرفع قضية على ديفيد ويمنعه انه يقرب من بنته نهائيا واللي هيتسجن. وبيسلم هيو تقرير القضيه لهاري والد ديفيد وبيحذره ان ديفيد ما يقربش من جايد ابدا والا هيقضيه. فبيروح هاري وبياخد ديفيد على البيت وبيمنعه انه يشوف جايد نهائي. ولما بتفوق جايد من الحادثه بتروح لبيت ديفيد، واللي بيبان ان حبهم لبعض اقوى من كل الكوارث اللي حصلت ما بينهم. ولكن ساعتها هاري والد ديفيد بيمنعها تقرب منه لانه بيبقى خايف على ديفيد من اذيه والدها، وبيعتذر لها وهو بيطلب منها انها تختفي نهائي وما ترجعش لحياه ديفيد تاني. فبتمشي جايد وهي منهارة وحاسة ان حياتها رجعت اسوأ من الاول، وبتقرر ساعتها انها تسافر علشان تحضر تدريبات الدراسة اللي هتأهلها لكلية الطب. وبتتغير حياة ديفيد وجايد فجأة، وبيكون كل شخص منهم بيتعامل بشكل روتيني وحزين من بعد ما كل حاجة انتهت. ولكن ديفيد مش بيقدر يتعايش وبيقرر انه يروح لجامعة جورجيا علشان يدرس فيها. فبيكتشف ساعتها ان والدة جايد ما بعتتش رسالة التوصية علشان يتقبل ويقدر يغير حياته ويعيش مع جايد. ولكن في النهاية بيعرف الحقيقة، وان هو السبب في منع توصيل الرسالة للجامعة. فبيحس ان حياته ما فيهاش امل وبيكتئب وبيبعد عن الناس اكتر. فبيشوف والده وهو حزين ومش عارف يعيش حياته بشكل طبيعي، وبيكون هاري مش مستحمل يشوف ابنه في الحالة دي. فبيحاول يشجعه انه يسافر ويرجع لجايد مهما كان الثمن. فبيتحمس ديفيد وبيروح لآن علشان توصله بجايد. وبتكون آن سعيدة ان ديفيد رجع من تاني، وده لان جايد بتكون رجعت لاكتئابها وحزنها. وبيقدر ديفيد انه يوصل لها ويوقفها في المطار قبل ما تسافر للجامعة. وبتحاول جايد انها تبعد عنه علشان ما تأذيهوش بسبب والدها. ولكن ساعتها ديفيد بيقول لها انهم هيهربوا ويعيشوا باقي عمرهم مع بعض. فبتوافق جايد وبتتفق معاه على خطة يهربوا بيها من المدينة، وبتروح على البيت علشان تحضر شنطتها. وفي البيت بيكون كيس
مع حبيبته سابين وبيستخدموا حاجات كريس، ولما بيشوفهم هيو بيطردهم بره البيت لانه بيكون منع اي حد انه يمس اي حاجه تخص ابنه كريس اللي مات. فبيتعصب كيس وبيقرر يسيب البيت ويعيش لوحده، وبتقوم مشاده كبيره ما بين هيو وعيلته والكل بيقرر يسيبه ويمشي. وساعتها الاب بيحس بخيبه امل كبيره وبيقرر يسيب لهم حريه الاختيار من بعد ما بتفشل كل محاولاته انه يخليها تعيش معاه. ولما بيدخل البيت بيلاقي النار ماسكه في الاساس بما فيها مقتنيات ابنه كريس، فبيلملم كل حاجه من وسط الحريق علشان ينقذ مقتنيات ابنه من الحريق. وساعتها بيروح ديفيد علشان ينقذه، ووقتها بيشوف ديفيد ان هيو مش مهتم بحياته على قد ما هو مهتم بمقتنيات ابنه المتوفي. فبيحاول ديفيد انه ينقذه لكن بيغمى عليه من دخان الحريق. ولما بيشوفه هيو واقع على الارض بيفتكر لما كان ابنه بيموت وما قدرش ساعتها يلحقه، فبينقذه هيو قبل ما النار تدي عليهم وبيقدروا يخرجوا من الحريق بسلام. وبعد وقت بيبان ان هيو حس بالندم على كل اللي فات، ولكن بيكون فات الاوان، وبيحاول انه يعوض كل ده بانه يسيب لاولاده كامل الحريه في قرارات حياتهم. وساعتها بيوصل جاد للمطار بنفسه علشان تروح تتجوز ديفيد وتكمل حياتها معاه، وبيحضنها علشان بيكون ده اللقاء الاخير ما بينهم. وبيسافر جايد وديفيد لجزيره بعيده وبينضم ليهم كيس وسابين، وبيعملوا عيله جديده مليانه دفى، وبينسوا حياتهم اللي عانوا بسببها من بعد ما بتكون كل المشاكل عجزت انها تنتصر على حبهم لبعض. وبينتهي الفيلم هنا.